بص يا صاحبي، في فرق بتقع ما بتقومش، وفي فرق بتتعلم من الدرس كل مره بتقع فيها وبترجع اقوى. وهنا بقى لازم نتكلم عن الاهلي اللي كل مره بيقع فيها بيرجع ويدي دروس لكل المنافسين. اغلب الجمهور قال لك الموسم ده خلاص معانا مدرس العاب من غير ولا فكر ولا تكتيك ولا يفقه شيء، زود الحمل البدني وخلى الاصابات في كل حته في الفرقه، واحنا لسه في بدايه الموسم. يا راجل حتى الاهلي وانت بتتفرج عليه مش ده الاهلي بتاعنا اللي احنا نعرفه. لكن في لحظه وصولنا للسوبر هي اللحظه اللي الاهلي اثبت فيها ان في كل ازمه بيقدر يخرج منها بطل. بس ثانيه بقى كده يا صاحبي، الموضوع ده مش جديد، والاهلي دايما بيتولد من الازمات. فتعالى نرجع ورا شويه ونشوف ده اتكرر مع الاهلي قبل كده ازاي. سنة 2005 وبعد إقالة مانويل جوزيه في ولاية أولى وتجارب فاشلة مع مدربين زي بوم فرير وتوني أوليفيرا، بيرجع جوزيه وبيبني جيل جديد والأهلي بيكسر الدنيا. جوزيه بيبني منظومة خلت الناس تقول ده إعصار مش فرقة كورة. أنت متخيل يا صديقي إن 31 نقطة كان الفرق بين الأهلي وأقرب منافس ليه في دوري 2005، وكمان كسبت الدوري من غير هزيمة. بيكسب كل حاجة، دوري، كاس، سوبر، أفريقيا، بيخلص على الأخضر واليابس، وبيرجع الأهلي للسيطرة تاني. ومن هنا بتبدا القصه. بيتكرر الموقف تاني في 2010 وجيل التريبل بتاعنا اللي هو عماد متعب، بركات، ابو تريكه والجيل الكبير دوت بيبدا الناس تقول عليه خلاص بيفنش، الجيل الذهبي بتاع الاهلي بيخلص. بس الاهلي بيقوم وبيكمل، بياخد دوري وبيخش في مرحله انتقاليه جديده. بعدها بنروح ل 2012، كارثه بورسعيد، ظروف صعبه ودموع وحزن. الناس كلها قالت خلاص الاهلي مش هيقدر يكمل. لكن بعدها بشهور قليله والنشاط اصلا كان متوقف في مصر ساعتها، بيرجع الاهلي وبيكسب افريقيا، ومن عز الوجع الاهلي بيطلع في رادس ويكسب بطوله افريقيا 2012 مع حسام البدري. بنروح بقى ل 2013 و 2014، فرقه كلها شباب او اغلبها وناشئين لسه بتتصعد، مفيش جمهور، ولكن الاهلي لسه مكمل في طريقه وبيوصل نهائي افريقيا وبيكسب اورلاندو باخر جول لابو تريكه في مسيرته مع الاهلي، واللقطه اللي كلنا فاكرينها طبعا تحيه ابو تريكه في الملعب للجماهير. كمان بيكسب السوبر الافريقي وبتكمل بطولات رغم كل الظروف المحيطه. لكن بعدها بتبعد عن المشهد في افريقيا بشكل كبير وبتدخل في فتره صعبه ونهايه جيل ذهبي. بعدها بيحصل مشاكل اداريه، مجلس الاداره بيتحل، وبعد كده يحصل انتخابات عشان يجي محمود طاهر ويكون الرئيس ال 14 في تاريخ النادي، عشان نوصل ل 2016 والجيل الجديد بيبدا يتكون. وبعد خساره الدوري والكاس لمصلحه الزمالك في 2015 بتبدا تبني الفرقه تاني وتجيب صفقات قويه زي معلول والسوليه واجاي ومؤمن زكريا، ربنا يا رب يشفيه، وبترجع تاني تاخد السوبر من الزمالك في الامارات وتكسب بطوله الدوري وترجعها الجزيره بعد غياب سنه واحده بس. بعدها بيمسك الخطيب في 2017، ومع كل موسم الاهلي بيغير جلده ولكن العقليه ثابته، المكسب والبطولات وبس. بتقع تاني وبعد ما بتخسر افريقيا مرتين ورا بعض 17 و18، بتروح في 2019 وبتخسر خساره فضيحه قدام سان داونز بخماسيه، وساعتها الجمهور بيبعت رساله قويه ويقول لك لقد ايقظتم غضب المارد، عشان يبدا تصحيح المسار في 2020. وبعد موسم كارثي قبلها بيجي فايلر، بتخلص الدوري من الدور الاول، بيجي بعديه موسيماني ويدخل معاك افريقيا ومن نص النهائي، وبعد 7 سنين انتظار وفي عز الكورونا الاهلي بيكسب نهائي القرن، بتسيطر على الاخضر واليابس في القاره كلها. وبعد كده بتروح ل 22 23، الاهلي بيدخل الموسم بشكل سيء جدا، اصابات وتراجع في الاداء، بتخسر الدوري وبتفنش مركز ثالث كمان. طبعا بعديها خساره افريقيا من الوداد بالسيناريو اللي كلنا فاكرينه في 2022. ولكن عشان رد الصقر واجب، الاهلي بيرجع بعدها وبشهور وبيكسب افريقيا من الوداد في قلب ملعبه وفي وسط جمهوره بجون منعم اللي كلنا طبعا فاكرينه، ويكمل في كاس العالم للانديه اللي بتلعبه بشكل متتالي لمده 5 سنين بعد ما كسبت في 2020 نهائي القرن. نيجي بقى للسنه دي، كل حاجه كانت بتقول الاهلي بعيد، الاداء مش على قد المستوى بتاع النجوم اللي موجوده، على قد الصفقات اللي اتعملت، حتى الروح مش موجوده، التركيز غايب عن الفرقه. لكن كعاده الاهلي وقت الجد شخصيته الحقيقيه بتظهر، بتكسب السوبر، بترجع الروح من تاني، بترجع الثقه والشغف تاني، بتاكد ان الاهلي مش مجرد فريق عادي، الاهلي في كل مره بيقع فيها بيرجع يثبت لكل المنافسين انه قادر يقف على رجله تاني. الاهلي فكره، الاهلي عاده، الاهلي جينات، كل مره الاهلي بيقع بيرجع اقوى. بطوله السوبر مش مجرد بطوله عاديه، دي بطوله بتثبت التاريخ ان الاهلي يمرض لكن لا يموت. تيجي بقى للسؤال الاهم، بعد ما الاهلي يسد احتياجاته في يناير ويكمل السكواد بتاعه ويقف على رجله، مين هيقدر يوقفه المره دي؟ لايك وشير، وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل فولو الملعب ويجي.